ست غلبانة جوزها توفى وساب لها بنتين وولدين، راحت لعمهم علشان تبيع قيراط الارض بتاع جوزها. عمهم قال لها اخويا باع ليا الارض قبل ما يموت وملكوش حاجة عندي. الست رجعت حزينة وطلبت الرزق من الله، جابت خضار ووقفت في السوق تبيع ومشيت مع ولادها المشوار. وبعد 10 سنين بنتها الكبيرة اتخرجت من الجامعة وجالها عريس يخطبها ووافقوا عليه. البنت علشان حاسة بظروف امها قالت لها كنا رفضنا العريس يا ماما. الام قالت عارفة يا بنتي اننا ما معناش جنيه من حق الجهاز، بس اللي خلقنا مش هينسانا، ادخلي انت نامي وربك هيحلها. الام دخلت اوضتها وصلت العشاء ودعت ربنا وقالت يا رب انت اللي عندك الحلول كلها، حلها من عندك يا رب. يا رب مشكلتي مش كبيرة عليك ولا انا ليا غيرك، وانا جيت وخبطت على بابك وانا عارفة انك ما بتكسفش اللي يقف على بابك. ونامت ورمت حمولها على الله. الصبح بدري الباب خبط، فتحت الباب لقت عم العيال بيبكي وبيقول لها سامحيني. قالت له مالك في ايه؟ قال لها امبارح بالليل اول ما حطيت راسي على المخدة شفت في الحلم سياف اسود كبير وبيقول لي رجع حق اخوك لحسن هقطع رقبتك. من ساعتها ما نمت وصورته قدامي وصوته بيرن في وداني. واداها ظرف فيه فلوس كتير وقال لها خدي ده حق عيالك وبزيادة. الام خدت الفلوس ودخلت فرحانة على بنتها وقالت لها مش قلتلك اللي خلقنا مش هينسانا؟